في واحد بيسأل بيقول السلام عليكم ورحمة الله، أنا جيت السعودية زيارة شخصية، بدور على شغل ومحدش راضي يشغلني بالزيارة. هل ممكن الزيارة الشخصية تحول إقامة؟ يا ريت حد يفيدني. بص يا حبيب أخوك، الناس بتيجي اللي بيجوا زيارات شخصية يا إما بيجوا عن جهل او بيجوا عمدا. يضحكوا عليهم الناس اللي في مصر ويقولوا روح الزيارة دي هتشتغل بيها ولا هتعمل بيها. للأسف الشديد مفيش أي زيارة بيشتغل بيها في السعودية. مفيش حد بيشتغل بالزيارة، أو مفيش حد بيشتغل نظامي بيشغل حد معاه مخالف لنظام العمل. لأن أي حد بيشتغل ما عندوش تصريح عمل، لأن اي تاشيره بتكون تاشيره عمل، غير كده تاشيرات غير صالحه للعمل. حتى لما بيطلع اقامه للناس اللي بتيجي مرافقين بيكتبوا فيها في التاشيره في الاقامه غير مصرح له بالعمل. فاي حد يضحك عليك ويقول لك في تاشيره زياره شخصيه وتسافر اشتغل بيها، للاسف الشديد مفيش شغل، واللي هيشغلك هيكون مخالف للنظام. تمام؟ ده علشانك وعلشان اللي هيشغلك. دي نقطة. النقطة الثانية، مفيش أي زيارة بتتحول إلى إقامة إلا في حالة واحدة بس، الزيارات الخاصة بالأطفال لأبناء مقيمين. يعني الأب مقيم والأم مقيمة والأبناء معاهم تأشيرة زيارة، بيتم تحويلها عن طريق وزارة الداخلية، بيتم دفع الرسوم بتاعتها ويتم تحويلها من زيارة إلى إقامة. غير كده محدش يضحك عليك يا حبيب أخوك، ومفيش زيارة بيتحول لإقامة. خلي بالك ومحدش يضحك عليك، لأن العملية دي فيها نصب كتير. سلام.